السلام عليكم. إذا كنت من عشاق كرة القدم وأخبار اللاعبين، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشتراك ليصلك كل جديد. وصفت الممثلة وعارضة الأزياء المغربية فآتي جمالية اللاعب المغربي حكيم زياش بالمتكبر والمتعالي، وعبرت عن كرهها له عبر حسابها في انستغرام بعدما أن صادفته بالصدفة في أحد الفنادق إسطنبول، حيث يقيم اللاعب الدولة المغربية لاعب نادي غالة سارايا التركية، وخاض محادثه سريعة. وقالت الممثلة المغربية إنها بادرته فقط بالتحية على أدائه مع المنتخب وفريقه، لكن زياش تجاهلها وكان عبوسا ولم يرد عليها بملامح متعالية حسب قوله، كما قالت إنه قام بمعامله مغربي آخر بنفس المعاملة، كما عرفت الواقعة تصعيدا، وصلت حتى إلى تبادلت الشتائم بينهم وفقا لقول فآتي جمالي أنها انصدمت من ردة فعل اللاعب المغربي. ولم تقف الواقعة إلى حد هنا، حيث قام اللاعب حكيم زياش بالرد على الممثلة المغربية عبر ستوري في حسابه على انستغرام بوضع فيديو يوضح فيه أنه غير مهتم برأيها فيه. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.